في الحقيقة ناس كتير بتفكر انه ممكن يكون نوع الذكاء اللي عندي هو نوع ذكاء واحد، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة ان انا بيبقى عندي جزء من كل نوع من انواع الذكاءات التمانية. بيبقى فيهم واحد واثنين ويمكن ثلاثة موجودين بصورة كبيرة، لكن الباقيين موجودين بصورة صغيرة. فممكن يكون عندي ذكاء بيئي وفي نفس الوقت عندي ذكاء حركي. فلو اشتغلت في البعثات اللي بتروح تستكشف مثلا القطب الشمالي او القطب الجنوبي، او بتدرس الحياة الطبيعية وبتدرس حاجات في الزراعة، بيبقى بيئة مناسبة جدا ليا ان انا اشتغل فيها، لان انا عندي خلطة ما بين نوعين او ثلاثة من الذكاءات. فلو انت عندك نوع واثنين وثلاثة من الذكاءات وعندك الباقيين موجودين بنسب بسيطة، ده بيقول ان انت تقدر تشتغل في شغلانات مختلفة. المفروض ان انت تبتدي تقول ايه الحاجة اللي انا مش بس مميز فيها، لكن كمان عندي الرغبة وعندي الشغف من جوايا ان انا اشتغل فيها. هل انا احب اشتغل مع حاجات ولا انا احب اشتغل مع البني ادمين؟ لانه ربنا اداني ذكاء اجتماعي، فانا بعرف اشتغل مع البني ادمين. لكن كمان لو انت الذكاء الاجتماعي بتاعك ده جنبه ذكاء رياضي، ده معناه ان انت ممكن تشتغل مع البني ادمين بالرياضيات، فتبقى مدرس رياضيات او تبقى مهندس او تبقى مدرب وبتدرب مثلا الناس او بتعلم الناس عن الحسابات وازاي تستخدم الحسابات. فنوع الذكاء اللي عندك ان كان واحد او اتنين او تلاتة او اكتر من كده هيقول لك ايه الشغلانة اللي انت تقدر تشتغلها، وايه الكلية اللي انت تقدر تروح تتعلم فيها، او حتى لو انت خلصت كلية ايه نوع الدراسة اللي ممكن تروح تكمل بيها. فلو انت عندك درست في كلية الهندسة لأن الظروف حطتك في كلية الهندسة، وبعد ما اتخرجت من كلية الهندسة اكتشفت ان انت عندك ذكاء لغوي، اوعى تدفن الموهبة بتاعتك. اعمل زي الدكتور علاء الأسواني اللي اتخرج في كلية طب الأسنان، لكن النهاردة هو مش مشهور لأن هو بيعالج سناننا، هو مشهور لأن هو واحد من أشهر الكتاب في مصر والعالم، لأن هو عرف إنه ربنا اداله ذكاء لغوي وابتدى يستخدم الذكاء اللغوي ده هو، وابتدى يبقى نابغة فيه، وبناء عليه نجح من خلال تسديده للاحتياجات بتاعته واستمتاعه بان هو بيكتب، ونجح في ان هو كان جريء وقدر ان هو ياخد الخطوة ويقول انا مش هشتغل دكتور، انا ربنا ميزني في الكتابة فهروح اشتغل في الكتابة. النهاردة لو انت عارف ان انت ربنا ادالك ذكاء واثنين وثلاثة، استخدم الذكاء والاثنين والثلاثة دول في الحتة اللي تخليك تتميز، وما تمسكش في المجال اللي انت موجود فيه او اللي الناس عاوزاك تكون موجود فيه. اعمل المجال التاني، اعمله حتى لو هواية جنب الشغلانة اللي ممكن تاكل منها عيش، لكن اوعى تدفن موهبتك واوعى تدفن ذكائك عشان خاطر كلام الناس او صورتك الاجتماعية او غيرها من الحاجات اللي بتأيدك. لكن استعمل ذكائك واستعمل الموهبة اللي ربنا اداها لك عشان خاطر تتميز وتخدم الناس بصورة مميزة او تغير حاجات حواليك بصورة مميزة.